بس، طلع كمان كنز للشعر. هاقول لِك النهارده على شوية مكونات بسيطة جدًا، جدًا، وزي ما أنتِ شايفة كده حاطاه لِك على شعر بنتي زي ما أنتِ شايفة، زيت الذرة والّا زيت عباد الشمس، حاجة كده تحفة، تحفة، وفوايده رهيبة جدًا، جدًا للشعر. هيرطّب معاك الشعر الجاف، كمان بيحتوي على أحماض دهنية بتساعد في ترطيب الشعر وتقليل الجفاف وكمان التقصُّف، كمان هينعّم معاك الشعر. هيعطي للشعر ملمس ناعم وكمان لمعان حلو جدًا، جدًا، وكمان بنستخدمه كحمام زيت. معقول الكلام اللي أنتِ بتقوليه ده يا أم هنا؟ هاقول لِك أيوه، ادعميني كده بلايك جميل منِّك الأول وسمّي بالله وصلّي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام كده تحت في الكومنتات عشان كلنا نكسب حسنات، وهاقول لِك النهارده إزاي تعمليه بالضبط وبالطريقة الصحيحة وكام مرّة والنتيجة بعد قد إيه، وإن شاء الله مش هتلاقي تاني هيشان في شعر بنوتِك الجميلة ولا كمان أي كمان تقصُّف ولا هيشان ولا رطوبة ولا أي حاجة. بُصّي، شوية مكونات والمكونات دي كلّها رهيبة جدًا وهاقول لِك على فوايدها كمان النهارده. هتجيبي كده بيضاية، البيضاية دي طبعًا البيض وأنا هاقول لِك هنستخدم البياض والصفار، مش هنستخدم الصفار بس ولا البياض بس. هتجيبي البيضة كده، البيض غني جدًا بالبروتين، بيساعد على تقويض بصيلات الشعر. وبيقلل من تكسير وتساقط الشعر، كمان هيحفز معاكِ نمو الشعر لإنه مليان بيوتين، فيتامينات زي فيتامين د، وطبعًا بيساعد في تعزيز نمو الشعر، هيخلّي شعرِك زي الباروكة، هيتقّل شعرِك بطريقة غير طبيعية، هيملى معاكِ الفراغات، هينعّم شعرِك، كمان أهم حاجة عندي إن ناس كتير جدًا بتعاني من الشعر الجاف، كمان صفار البيض بيحتوي على دهون مغذية جدًا، جدًا بتساعد على ترطيب الشعر الجاف والمتقصّر. طب هاقول لِك البياض كمان بيعمل إيه، البياض كمان بيساعد على امتصاص الزيوت، الزيوت الزايدة في وتنضيف فروة الراس من الشوائب، يعني برضه تحفة جدًا، بنستخدمه كقناع بسيط جدًا في تنضيف فروة الشعر، وكمان بيشيل الزيوت الزايدة اللي بتخلّي أو بتأدي إلى إيه، تساقط الشعر. البيض يا جماعة خطير جدًا، الزبادي بقى، الترطيب والتغذية بقى والكالسيوم اللي في قلب اللبن تحفة جدًا، جدًا، جدًا. أنا استخدمت النهارده زي ما أنتِ شايفة كده معلقتين كبار من الزبادي، الزبادي بقى أي نوع من اللي أنتِ بتحبيه، لو عندِك مايونيز يا سلام على الجمال، بس الصراحة النهارده ما كانش عندي، حلو جدًا يا جماعة، رهيب، 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 حلو جدًا في التنعيم والتطويل، وكمان أهم حاجة إن هو هيمنع التساقط والهيشان. أهم حاجة النهارده في الماسك بتاع النهارده ده، اللي شعرها متقصّف، اللي شعرها متكسّر، اللي شعرها بيُقع بطوله، اللي شعرها كمان مش متغذّي وحاسة إن هو ضعيف، الشعراية متأستكة من